حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت لكم ملخص الجزء ال 12 من المسلسل التركي حلم أشرف. وقفنا الجزء اللي فات لما نيسان قالت لأشرف إنها بتحبه، وأشرف بيقرب من نيسان وبيعترف لنيسان إن هو كمان بيحبها، ونيسان كمان بتعترف له بده، وأشرف بيكون مبسوط جدا عشان خلاص لقى نفسه، وبيقول لنيسان تعالي معايا، ونيسان بتقول له احنا رايحين فين؟ بس أشرف ما بيردش عليها، وبتقول له طب وعفراء أختي؟ وبيقول لها ما تقلقيش عليها أنا هتصرف، وبياخد نيسان وبيمشي. وفاروق بيكون واقف مع شيدان وبيتكلم معاها، وشيدان بتقول له انها هتتفق معاه اتفاق، وبتطلب منه ان هو يقتل سردار، وبيقول لها انت شكلك كده هربانه من حاجه كبيره قوي. وشيدان بتقول له ايوه هو كده. وقدير بيقول لها ان موضوع سردار ده صعب قوي، وشيدان بتقول له انها هتديله حاجه اكبر من كده بكتير، وبتقول له انا هسلمك اشرف. وبيبان ان شيدان خلاص قلبت على اشرف وقررت انها تبيعه لقدير، وبتقول له دي فرصه عمرك وانا عارفه اللي بينك وبين اشرف. وقدير بيقعد يفكر كتير قوي، لكن شيدان بتقول له شوف انت عاوز تعمل ايه وبقى كلمني. وقدير بيقرر ان هو يعمل فعلا كده، وبيتحد مع شيدان لان خلاص دي اخر فرصه لقدير عشان يخلص من اشرف، وبيقرر انه يسمع كلام شيدان. وجودال وفاروق بيكونوا قلقانين جدا على اشرف لانه اتاخر قوي، وهما مش متعودين ان هو يتاخر كل ده. وفاروق بيقرر ان هو يرن عليه، واشرف بيكون راكب العربيه مع نيسان، وهما الاثنين بيكونوا في عالم موازي ومبسوطين جدا عشان هما الاثنين مع بعض. وبيرن التليفون وبيعرف انه فاروق، وبيرد عليه ايه انت فين يا امير ده كله؟ واشرف بيضحك وبيقول له امير ايه بقى؟ وفاروق بيقول له عشان انت هتبقى خلاص رئيس المنظمه. واشرف بيضحك وبيعرف فاروق انه مش هيروح النهارده، وفاروق بيكون مش فاهم حاجه، وبيقول لاشرف يعني ايه مش هتروح النهارده؟ مش فاهم. واشرف بيقول له انه وراه حاجه لازم يعملها الاول. وجدال بيتعصب وبياخد التليفون وبيقول لاشرف يعني ايه وراك حاجه؟ انت بتعمل ايه؟ واشرف ما بيردش على جدال، وبيطلب منه ان هو يرجع التليفون لفاروق. واشرف بيطلب من فاروق انه يروح ياخد عفراء من البيت ويوديها الفندق. وفاروق بيسمع الكلام وبياخد بعضه وبيمشي. ونيسان بتضحك وبتقول لاشرف هو ليه بيقول لك يا امير؟ واشرف بيقول لها عشان انا هستلم مكان يعقوب. ونيسان بتتضايق وبتطلب من اشرف ان هو يوقف العربيه، لكن اشرف بيكون مش فاهم حاجه بس بيسمع كلامها، وبيقول لها في ايه مالك؟ وبتقول له انا حاسه اننا اتسرعنا قوي. واشرف بيضحك وبيقول لها يعني انت ما بتحبنيش؟ ونيسان بتقول له لا طبعا بحبك قوي، لكن انت كنت راجل مافيا ودلوقتي هتبقى رئيس المافيا بنفسك. وبتقوله ان حياتها هاديه وانها مش عاوزه تخسره ابدا، وانها مش عاوزه طول عمرها تبقى تعيسه. واشرف بيقول لها ان دي حياته وانه مش هيعرف يغيرها ابدا. وبيقول لها انه من كام سنه اشترى مزرعه ومحدش يعرف مكانها خالص. وبيقول لها انه واخد عربيته ورايح المزرعه دلوقتي، ولو عاوزه تيجي معايا تعالي، ولو مش عاوزه خليكي وانا هخلي حد يجي ياخدك. ونيسان بتكون متردده لكن بتقرر انها تسيب كل حاجه تمشي لوحدها، وبتقرر انها تروح مع اشرف. وبتقول له نفسي نروح المزرعه دي وما نرجعش منها تاني ابدا ونسيب كل حاجه ورانا. وبيمشوا سوا. وهنا فاروق بيجي ياخد عفراء وبتقول له انا هقول لك على حاجه بس تبقى بيني وبينك. وفاروق بيقول لها في ايه؟ وبتقول له اشرف بس نيسان، وخدها معاه ومشي. وفاروق بيخاف قوي، مش عشان نيسان لا، عشان اشرف نفسه، لانه عارف ان لو اشرف حب نيسان اشرف هيخسر نفسه وحياته كلها، ومش عاوزه يتعلق بيها ويقع في حبها. وفي الوقت ده جودال بيكون في البيت وبيجمع كل الموجودين وبيحضر كل حاجه عشان حفله اشرف اللي المفروض ان هو يستلم فيها منصبه من يعقوب. وإرماك بتسأل على اشرف عشان المفروض انهم ياخدوا مقاساته عشان يعملوا له بدله، لكن فاروق بيقول لها ان اشرف مش موجود، وبيقولوا انه قال هيجي بعد الظهر. وكل واحد بياخد بعضه وبيمشي عشان يجهزوا لحفله بكره. وهنا إرماك بتلاقي فاروق قاعد مش طايق نفسه وبيكون متضايق جدا، وهي بتروح له وبتقول له في ايه اللي مضايقك قوي كده؟ وفاروق بيقول لها انا هقولك على حاجه لكن وعديني انها هتفضل سر بيننا احنا الاثنين. وهي بتقول له اتكلم في ايه؟ قلقتني. وفاروق بيقول لها اشرف ونيسان اعترفوا بحبهم لبعض ومشي. وإرماك بتصدم وبتقول له طب ايه اللي المفروض يحصل دلوقتي؟ وفاروق بيقول لها انا خايف لاشرف يضعف قدام نيسان ويسيب كل حاجه ويمشي. وبيقول لها لو ده حصل كلنا هنروح في 60 داهيه. وهنا اشرف بيوصل المزرعه مع نيسان وده عم حسين، واشرف بيطلب منه ان هو ياخد باله من المزرعه ويمشي. ونيسان بتدخل البيت لكن ما بتلاقيش اي اكل في الثلاجه، وبتقول لاشرف انا جعانه جدا. فاشرف بيقول لها تعالي نشوف مكان هنا ناكل فيه، وبياخدها وبيمشي. وشيدان بتروح لقدير وبتبدا تخطط معاه علشان يقتل سردار ويسلم اشرف للشرطه، وبتبدا تقترح عليهم خطه لكن قدير ما بيوافقش عليها، وبيقول لها ان الخطه دي صعبه ومستحيل انها تتنفذ. وبيقول لها كمان ان اصلا ما فيش بيني وبين اشرف عداوه ومشكلتي مش معاه هو. لكن شيدان بتقول له انا عارفه اللي بينك وبين اشرف كويس قوي، وعارفه قد ايه انت بتكرهه وان هو بيتهمك بالخيانه. وقدير بيتعصب من كنان وبيقول له انت بتقول لها على كل حاجه ليه؟ دي شرطيه يا غبي. لكن شيدان بتطمنه وبتقنعه ان عدوهم واحد وانها كمان بتكره اشرف. وبتقول له هو اكتشف انك خاين ازاي؟ وبيقول لها حطي لي جهاز تصنت في السبحه بتاعتي
بتاعتي. وشيدان بتضحك وبتقول له أشرف ده دايما تقليدي كده، وبتقول له عمل معايا نفس الحاجة وحط لي في العقد اللي اداهولي برضه جهاز تصنع. وبيتفقوا هما الاتنين سوا عشان ينفذوا الخطة. وبيخرج قدير وبيرن على سيفو اللي رجالة أشرف علمت عليه. وسيفو بيقول لقدير خير في ايه؟ وقدير بيقول له انه عاوزه يجي عشان يروح يبلغ الشرطة عن أشرف لأنه قتل نصرة. وسيفو بيقول له انت في دماغك ايه؟ وقدير بيقول له ابدا اخلص من اشرف. وطبعا سيفو بيوافق، ونعمه بتظهر وبتقول لسيفو في ايه اللي حصل؟ فبيقول لها على اللي حصل، وبيقول لها انه بيسمع كلام قدير وانه مش خسران حاجه. وبيقول لها ما دام مش عارفين نقتله يبقى يتعفن في السجن احسن. ونعمه بتقول له بس قبل ما نخلص من اشرف في حد تاني لازم نخلص منه الاول. وبتقول له روح لقدير وشوفوا بيخطط لايه، وانا بقى سيب لي الشخص ده. والله شكلك كده مش هتهدي الا ما تموتي زي باباكي واخوكي، يلا في داهيه. واشرف ونيسان بيقرروا انهم يجيبوا الاكل وهم اللي يعملوه في البيت، وبيروحوا يشتروا حاجات. ونيسان بتشتري الخضار واشرف بيدخل السوبر ماركت. لكن وهو هناك في واحد اسمه سيدات بيشوفه هو ورجالته، وكلهم بيعرفوا ان اشرف تك. وهنا اشرف بيخلص هو ونيسان وبيجهزوا نفسهم عشان يرجعوا للمزرعه. لكن سيدات ده بيقف قدام اشرف مع رجالته، ونيسان اول ما بتشوفهم بتفكرهم اعداء اشرف وبتخاف جدا. لكن المفاجاه بقى ان سيدات اول ما بيشوف اشرف بيكون عاوز يبوس ايده وبيقول انه مبسوط ان هو شافه. وبيكون سيدات هو ده الشخص اللي ساعد اشرف انه يشتري المزرعه. وسيدات بيقول لاشرف ان فرح بنته النهارده وانه لازم يحضره. وبيسال اشرف على النيسان وبيقول له مين دي؟ واشرف بيقول له دي مرات اخوك. وبيطلب منهم سيدات انهم يحضروا الفرح النهارده. ونيسان بتوافق وبتوعدهم انهم هيحضروا الفرح وبيسيبوهم ويمشوا. ونيسان بتكون مبسوطه عشان اشرف قال انها مرات اخوك. وبيكون اشرف خلاص سلم ووقع في حب نيسان جامد جدا. ومسلم بيروح يجهز 100 خروف علشان الاضحيه اللي هيعملها بكره. وفاروق بيجهز الهدايا لاطفال الميتم. وإرماك بتنقي لبسه وقماش لاشرف علشان يلبسه. وفاروق بيرن على إرماك وبيكون قلقان جدا وبيقول لها هنعمل ايه لو اشرف ما ظهرش؟ وهي بتقول له هنعرفه بس بلاش نستعجل. وبتسال فاروق عن جدال وبيقول لها ما اعرفش. وهي بترن على جدال وجدال بيكون عند حبيبته. وإرماك بتساله لو عزم كل الناس اللي المفروض يحضروا. وجدال بيقول لها كلمتهم كلهم. وهي بتسمع صوت واحده جنبه وبتتعصب عليه عشان ما بيخلصش شغله وبتطلب منه ان هو يجي فورا. وقدير بيروح عند بابا يعقوب وبيعرف انه تعب والدكتور بيخرج من عنده وبيقول لقدير انهم يجهزوا نفسهم لانه خلاص في اي وقت ممكن يعقوب يموت. وبيقول له ده ما بيرضاش يسمع كلامي حتى ولا راضي ياخد الدواء. وقدير بيقرر ان هو يدخل ليعقوب عشان يحاول يقنعه لكن يعقوب بيرفض. وبيقول لقدير انه لازم يفضل جنب اشرف اخوه ويبقى معاه ويبقى سنده. وقدير بيقول له انه دايما هيبقى معاه وانه مش هيسيبه ابدا. وبيبان على قدير عكس اللي هو بيقوله ده خالص وبيبان كرهه لاشرف. وبيخرج قدير وبيرن على شيدام وبتقول له انها عرفت ازاي هتجيب التسجيلات بتاعته من عند اشرف. وبتقول له يقابلها عشان يشوفوا هينفذوا ازاي. وبتقفل السكه ونيسان بتكون في المطبخ وبتعمل الاكل واشرف بيكون واقف وعمال يتفرج عليها وبيكون مبسوط جدا وفرحان بيها. وبيقول في سره ان اليوم ده بالنسبه له اسعد يوم في حياته وانه عمره ما حس بالسعاده دي قبل كده. وبيروح يحضن نيسان وبيقول لها انها الست الوحيده اللي تستحق ان هو يقع في حبها. وهما الاثنين بيكونوا مبسوطين جدا وبيتمنوا ان اليوم ده ما يخلصش ابدا. وشيدان بتقول لقدير على الخطه وبتقول له ان ده بيت اشرف. وبتقول له ان فيه غرفه سريه وان محدش يعرف عنها اي حاجه. وبتقول له ان الغرفه دي فيها كل التسجيلات بتاعه اشرف. وبتقول له كمان انهم هيدخلوا البيت ده وبتطلب منه انه يجيب لها رجاله يثق فيهم جدا وهيدخلوا البيت على هيئه شرطه عشان يقدروا يقتحموا بيت اشرف ويفتشوه كويس. وجدال بيكون متعصب جدا لان اشرف كل ده ما ظهرش وبيفضل يسال إرماك لو تعرف اي حاجه وهي ما بتقدرش تخبي. وبتقول ان هو مع نيسان. وجدال بيتعصب اول ما بيسمع اسم نيسان وبيقول لها عرفتي منين؟ وفاروق بيقول له مني. وبيقول له ان هو عارف من عفراء. وجدال بيطلب منه ان هو يعرف مكان اشرف بس فاروق بيقول له ان محدش يعرف مكانه. وفجاه الباب بيخبط وبيكونوا شرطيين قدام الباب وبيطلبوا انهم يفتشوا البيت. لكن طبعا دول مش شرطه ولا حاجه، دول رجاله قدير وفعلا بيقدروا يدخلوا البيت لانهم معاهم تذكره تفتيش بس طبعا بتكون مزوره. وجدال بيطلب من إرماك انها تكلم حبيبته جونجا عشان تعرف مين اللي مقدم البلاغ. وهنا اشرف ونيسان بيوصلوا الفرح وسيدات بيرحب بيهم جامد ونيسان واشرف بيكونوا مبسوطين جدا وبيقعدوا على الترابيزه دي. وسيفو بيوصل لقدير وبيقول ان هو نفسه يقتله لان هو السبب في موت نصرت. لكن قدير بيقول له انت اللي فات بقى وخلينا نركز في اللي جاي. وبيطلب منه ان هو يقعد عشان يتكلموا في حوار اشرف. وفي بيت اشرف بيكون لسه الشرطه بيفتشوا البيت وما همش عارفين يوصلوا للغرفه وكلهم بيكونوا متوترين جدا لانهم خايفين لا يوصلوا للغرفه. ورجاله قدير بيقدروا يوصلوا للسلم بتاع الغرفه وبينزلوا فيه وإرماك بتكون متوتره وخايفه. وهنا اشرف ونيسان في الفرح وعفراء بترن على
نيسان وبتسألها عن مكانها، ونيسان بتطمنها وبتعرفها مكانها فين وبتقول لها ما تخافيش وانا هرجع على طول. وسيدات بيطلب من اشرف انه يقوم يرقص معاهم. وهنا رجاله قدير ما بيعرفوش فين مكان الحاجه، لكن فجاه بيلاقوا فاروق بيجري ومعاه الحاجه فبيطلعوا يجروا وراه وخلاص. جدال وإرماك ومسلم بيعرفوا انهم كده هيروحوا في 60 داهيه، لكن فجاه جنجة بترن على جدال وبتعرفهم انهم مش شرطيين، وجدال بيجري عشان يلحقهم وبيتفاجئ ان الرجاله بيهددوا فاروق بالقتل لو ما نزلش السلاح وياخدوا الحاجه. وجدال بيعرف فاروق انهم مش شرطه، وفجاه فاروق بيقدر يخلص نفسه من الراجل اللي بيهدده ده. وجدال ومسلم بيقتلوا كل اللي هجموا على البيت على انهم شرطه. وجدال بيكون متعصب جدا وبيطلب من فاروق ان هو يشوف اشرف فين. وشيدان بتكون واقفه قدام بيت اشرف وبتشوف اللي بيحصل ده وبتتعصب جدا وبتتصل على قدير وبتقول له على اللي حصل وانهم عرفوا انهم مش شرطه. وهنا اشرف ونيسان بيوصلوا البيت واشرف بيقول للنيسان انه نفس اليوم ده ما يخلص لانه اول مره في حياته يكون مبسوط كده. والنيسان كمان بتبان انها خلاص وقعت في حب اشرف، وهما الاتنين بيقربوا من بعض. لكن فجاه الباب بيخبط واشرف بيفتح الباب وبيتفاجئ بوجود جدال ومسلم وفاروق ويرماك، فبيقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ وجدال بيتعصب عليه وبيقول له ان في ناس عملت نفسها شرطه وهجموا على البيت وانت هنا عايش حياتك ومش حاسس باي حاجه. واشرف بيقول له وعرفت هما مين؟ وجدال بيقول له لا. وجدال بيطلب من اشرف ان هو يمشي معاهم، لكن اشرف بيقول انه مش ماشي وهيبات هنا ويجي الصبح. وجدال بيتعصب عليه وبيقول له ان هو مش فاضي للي بيعمله ده وانهم بكره وراهم يوم مهم جدا. لكن اشرف بيزعق له وبيقول ان هو مش هيمشي. واشرف ما بيهتمش للكلام اللي هو بيقوله وبيسيبه وبيدخل على جوه. لكن بيتفاجئ ان النسان بتعيط وبتقول لاشرف ان جدال معاه حق وانت فعلا مش شبهي ولا انا شبهك. وبتقول له انت حقيقي مكانك معاهم هم. وبتقول له كمان كويس انهم جم دلوقتي. لكن اشرف بيحاول ان هو يهديها وبيطلب منها انها ما تسيبوش. ونيسان بتقرر انها تسيب اشرف وتبعد عنه وبتخرج على بره وبتبص لإرماك وبتقول لهم كلهم يلا نمشي. وإرماك بتحاول تهدي نيسان وبتاخدها وبتروح بيها. وجدال وفاروق ومسلم بيدخلوا لاشرف واشرف يا عيني بيكون قاعد على الارض وزعلان قوي وبيقول لهم هو انا حرام ابقى مبسوط يوم واحد بس؟ وجدال بيقول له انبساطك وسعادتك معانا احنا مش مع نيسان ابدا. وبيقول له هو ايه اللي انت شفته في البنت دي خلك تتمسك بيها كده؟ وبيرد عليه اشرف وبيقول له رؤيا وبيسيبه يمشي. وتاني يوم الصبح نيسان بتروح على البيت وبتكون منهارة وبتعيط وبتحكي لاختها عفراء على اللي حصل. وهنا سيفو بيوصل على مكتب سردار وبيقول له انه عاوز يقدم بلاغ ضد اشرف. طبعا سردار بيفرح جدا بس بيقول لسيفو عمل ايه يعني؟ فبيقول له قتل نصرت. وسردار بيقول له في شاهد؟ وسيفو بيقول له انا شاهد. وطبعا سردار بيكون مش مصدق نفسه انه اخيرا هيقدر يوقع اشرف وبيطلب من المساعد بتاعه ان هو يروح يقبض على اشرف. واشرف بيخرج من البيت لكن بيقابل واحد من رجالته مصور وبيقول له انه ملقاش رؤيا. وبنعرف ان اشرف لحد دلوقتي لسه بيدور على رؤيا برضه. وبيقول له اشرف طب ممكن تكون شالت الحسنه دي في اي مركز تجميل مثلا. فاشرف بيطلب منه يروح على كل مراكز التجميل ويعرف فين مكان رؤيا. وهنا بنلاقي شيدان واقفه قدام بيت اشرف واشرف بيشوفها وبيروح لها وبيهددها وبيقول لها انها لو ما بعدتش عنه هو هيقتلها وانه مش هيخاف منها لانها شرطيه. وشيدان بتقول له انت ما بتقتلش الستات. واشرف بيحذرها وبيقول لها بطلي تحومي حواليا ولا تحومي حوالين بيتي كمان وبيسيبها ويمشي. واشرف بيوصل عند بابا يعقوب وبيقول له انا عاوز اتكلم معاك في حاجه. ويعقوب بيقول له في ايه؟ اتكلم. واشرف بيقول له انا وقعت في الحب وانا مش عارف اعمل ايه. ويعقوب بيقول له البنت المغنيه وبيكون يقصد نيسان. فاشرف بيقول له ايوه. ويعقوب بيقول له انت عارف قوانين المنظمه كويس قوي ان مفيش حد يقع في الحب. وبيقول له انه نبه عليه وعرفه انه لو هيقع في الحب هيسيب المنظمه ويمشي. وبيقول له عندك خيار انك تدوس على قلبك عشان الايتام يا اما تمشي وتخلي حد يمسك مكانك. وبيقول له يعقوب وانا وقتها همسك قدير. واشرف بيتعصب جدا اول ما بيسمع اسم قدير ده. ويعقوب بيقول له فكر ورد عليا. وبيخرج اشرف من عند يعقوب وبيقابل قدير واشرف بيسيبه ويمشي. وقدير بيكلم حد من رجالته وبيقول له خليك ماشي ورا اشرف وخلص عليه. وهنا عند نيسان ميتين بيكلمها وبيقول لها ان في منتج يوناني سمع صوتها وعجبه جدا وبيقول لها تعالي النهارده علشان تقابليه. ونيسان بتكون مبسوطه جدا هي واختها عفراء كمان. واشرف وهو في العربيه بيكلم فاروق وبيقول له لو حصل اي حاجه ابعت كل التسجيلات بتاع قدير ليعقوب. وفاروق بيقلق على اشرف وبيقول له هو انت هيحصل لك ايه؟ واشرف بيطمنه وبيقول له ما تخافش ده احتياطي بس وبيقفل معاه. وهنا سردار بيوقف العربيه بتاعت اشرف وبيطلب منه ان هو ينزل معاه لانه متهم في قضيه قتل نصرت وان في شاهد. واشرف بينزل من العربيه وبيركب مع سردار العربيه بتاعته. لكن فجاه وهما ماشيين كده حد بيضرب عليهم نار وسردار بيتصاب وسردار بيكون لسه عايش. واشرف بيسوق مكانه وبيقرر انه يروح بيه على المستشفى وينقذه. لكن رجاله سردار بيقبضوا عليه علشان بيفكروا
ان هو اللي خلى رجالته تضربه بالنار، ونيسان بتروح على القسم عشان تشهد ضد شيدام، لكن بتتفاجئ ان سردار اتضرب برصاص من رجاله اشرف. وهنا شيدام بتكون قاعده مع قدير وكنان وهما اللي خططوا لكل حاجه، وبيرن واحد من مساعد سردار وبيعرفها ان سردار اتصاب، وبيقول لها انه ما ماتش عشان اشرف وداه المستشفى. وشيدام بتكون متضايقه جدا عشان سردار لسه ما ماتش، وبتقول لقدير ما تخافش، كده كده عندي خطه تانية، وبتقول انها هتثبت ان سردار واشرف شغالين مع بعض وبتمشي. وهنا نيسان بتروح البيت وبتقول لاختها على اللي حصل لسردار، وبتقول انهم بيقولوا ان اشرف ضربه بالنار، لكن نيسان بتقول لها ان اشرف عمره ما يعمل كده لانه مش بيقتل اي حد من الشرطه، وبتقول ان شيدام هي اللي اكيد عملت كده. ونيسان بتقول لاختها يبقى احنا لازم نمشي من هنا بسرعه عشان شيدام ما تعرفش طريقنا. وهنا اشرف بيتقبض عليه وبيوصل للقسم، وبيتعاملوا معاه كانه فعلا مجرم وقتل سردار، وبيتعاملوا معاه باسلوب وحش جدا. وشيدام بتوصل للمستشفى اللي فيها سردار وبتتكلم مع المدير بتاعها، وبتقول ان سردار شخص مش كويس وانه بيشتغل مع اشرف، وبتقول ان هو اللي قتل عاطف كمان، وبتوري له فيديو لسردار وهو بيقتحم بيتها، وبتقول له ان اليوم ده كان عاوز يحط لي المسدس اللي قتل بيه عاطف عشان يخلص مني، وبتطلب منه ان هو يفتش بيت، لكن المدير بتاعها ما بيصدقش وبيقول لها استني نشوف الموضوع ده لحد ما نطمن على سردار. لكن بتتفاجئ ان سردار خرج وبقى كويس وقدروا انهم يخرجوا الرصاصه منه. وهنا اشرف، جدال وفاروق ومسلم وارماك بيوصلوا للقسم، لكن بيرفضوا انهم يدخلوهم وبيطلبوا منهم انهم يمشوا خالص، وبيتعاملوا معاهم بطريقه وحشه لانهم بيكونوا فاكرين ان اشرف هو اللي ضرب سردار بالنار. وارماك بيتكلم جونجي عشان تلحق اشرف، وهنا مدير سردار بيدخل له وبيقول له ايه اللي حصل، وسردار بيقول له على اللي حصل وان اشرف هو اللي انقذه، وبيقول له ان اللي عملت كده هي شيدام وان هي اللي قتلت عاطف. ومدير سردار بيقول له لما تقوم بالسلامه نبقى نتكلم، وبيخرج يتكلم مع شيدام وبيقول لها عندك حق، وبيقول لها انه هيطلع امر بتفتيش بيت سردار. وهنا جونجا بتخرج اشرف وبتقول له ان سردار قال ان مش هو اللي ضربه بالرصاص، وبيخرج اشرف من السجن. ويرمك بتقول لاشرف مين اللي بيلعب معاك اللعبه دي، وبيقول لها شيدام، وبيطلب منها تجيب له شيدام وتحاول توصل لها باي طريقه لانها زودتها قوي. واشرف بيكون راكب العربيه مع ارمك وبتقول له انا عارفه انت بتفكر في ايه، وبتقول له انا لو كنت مكانك وحبيت حد وحد حبني ما كنتش هبص ورايا ابدا، وكنت هتصحوا تاني يوم ما تلاقونيش. وفي الوقت ده نيسان بترن على اشرف وبتقول له انها هتمشي من البلد، واشرف بيوقف العربيه ويرمك بتقول له امشي انت وانا هخلي حد يوصلني، وبتنزل من العربيه. واشرف بيقول لنيسان انه هيجي لها البيت دلوقتي حالا، وبيروح لنيسان. اما شيدان فبتكون بتجهز مصيبه جديده لسردار، وبتروح على بيت سردار عشان تفتشه، لكن بتحط له حاجات توديه في 60 داهيه، وبتحط له اسلحه كمان وجوازات مزيفه وكل حاجه تثبت ان هو شغال مع اشرف وانه شخص مش كويس ابدا، وبتقدر فعلا تثبت كل ده على سردار. واشرف بيروح لنيسان وبيقول لها انت هتمشي؟ طب هتروحي فين؟ ونيسان بتقول له هسافر لليونان وانا لقيت هناك فرصه شغل كويسه قوي. واشرف بيقول لها انت مش هتمشي، لكن نيسان بتتعصب عليه وبتقول له انت مين عشان تقول لي مش همشي، وبتقول له انا مش هقعد هنا طول حياتي استناك لحد ما تموت او اموت انا. وبتقول له تعالى معايا، سيب كل ده ورا ظهرك وتعالى نسافر، لو موافق فانا هستناك بكره في الحديقه لحد الساعه 10، لو ما جيتش انا هسافر لوحدي. وبتحضنه وبتطلب منه ان هو يمشي، وبيمشي اشرف وهو عمال يفكر في الموضوع ومش عارف يعمل ايه. وفي المستشفى سردار بيتفاجئ بالمدير بتاعه وهو بيزعق له وبيقول له انه غلطان انه وثق فيه وانه باعهم. وشيدان بتكون هناك وبتوريه الفيديو اللي يثبت كل كلامها والحاجات اللي لقوها في بيته، لكن سردار بيكذبها وبيقول ان هي اللي عملت كل ده وان هي اللي قتلت عاطف، لكن محدش بيصدقه. وسردار بيتخنق ومن ضيقته بيقوم يخنق شيدان من رقبتها، لكن بيلحقوها منه، والمدير بتاع شيدان بيخرجها بره وبيخرج هو كمان معاها. وشيدان بتقول له دخل بيتي بالليل وهددني ودلوقتي بيتهمني بالخيانه، لكن المدير بتاعها بيقول لها انا اللي ههتم بسردار شخصيا وان انا هجيب لك حقك منه. ونيسان بتقول لاختها احنا لازم نجهز نفسنا عشان هتسافر اختها عفراء ازمير، وبتقول لها ان الوضع بقى خطر عليكي جدا دلوقتي. وبنروح لجدال اللي بيتخانق مع إرماك عشان قالت له إنها قالت لأشرف إنه يشوف حياته ويمشي ورا قلبه، وجدال بيتعصب عليها لدرجة إنه كان هيضربها وبيقول لها إن أشرف مكانه هنا في وسطنا إحنا وبس وعلى الكرسي بتاع يعقوب ده. وفي اليوم ده بيدخل أشرف وبيقول لهم أنا تعبان قوي ومش قادر أنا هدخل أنام، وجدال بيفكروا ببكرة، لكن أشرف بيقول له إنه فاكر طبعا وإنه لازم يروح بكرة ليعقوب. وهنا شيدان بتروح لقدير وبتقول له إنه خلاص خلصت من سردار، وقدير بيقول لها أنت حققتي اللي أنت عاوزاه أنا بقى فين؟ وشيدان بتقول له الكرسي هيبقى بتاعك وأنت اللي هتبقى الرئيس. وبيقول لها طب والتسجيلات بقى؟ شيدان بتقول له ما تقلقش أنا هجيبهم لك. وأشرف طول الليل ما بيعرفش ينام وبيخرج، ونيسان الصبح بتجهز نفسها وشنطتها وبتخرج بره البيت وبتروح على المكان اللي اتفقت إنها تقابل أشرف فيه، وبعد شوية كلهم بيستعدوا عشان الحفلة
الحفلة اللي هيعلنوا فيها ان اشرف هو الزعيم الجديد، وكلهم بيكونوا متجمعين، وبيوصل جدال وفاروق ومسلم وإرماك وحفيظة كمان بيكون معاهم، ويعقوب بيسلم عليهم كلهم وبيسألهم اشرف فين، وجدال بيرد عليه وبيقول لهم هيجي في الاخر لان هو صاحب الحفلة فلازم يجي اخر واحد. ونيسان بتكون قاعدة مستنية اشرف في الحديقة، واشرف بيكون قاعد عمال يفكر ومش عارف يعمل ايه، يروح لنيسان اللي مستنياه ولا يروح ليعقوب والناس اللي مستنيينه، وبيكون مش عارف يعمل ايه. لكن فجأة بيقوم يركب العربية وبيقرر ان هو يروح ليعقوب، وبيكون اشرف بيعمل كده مش عشان يتخلى عن نيسان، لا بيعمل كده عشان شايف انه لازم يضحي عشان كل الناس اللي حواليه حتى لو على حساب سعادته. وفجأة المصور اللي اشرف بعته عشان يشوف رويا بيتصل باشرف وهو في الطريق وبيقول انا لقيت رويا، واشرف بيتصدم ودموعه بتنزل وبيكون مش مصدق نفسه. لكن المفاجأة بقى ان رويا اللي بيقول عليها دي بتطلع نيسان، والراجل بيكون هناك، واشرف بيكون مش عارف يعمل ايه وبيكون محطوط بين كذا اختيار. وبس كده لحد هنا بيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وانا مش هتاخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش عنا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.